ده يوم في حياة عندها بنوتة اسمها غالية عندها 10 شهور. صاحية النهاردة كسلانة جدا ومقررة ناخد اجازة من شغل البيت، وقلت بقى اهتم بنفسي وادخل في مود حلو علشان اقدر اكمل دوري كأم وزوجة براحة نفسية ومن غير اي ضغط. غسلت بقى وشي واسناني وصليت الحمد لله، وما كانش لاقي نفسي افطر الصراحة، فاكتفيت ب3 تمرات وكوباية نسكافيه عشان افوق. ولا اخفي عليكم سرا، ايوه هاخد اجازة من شغل البيت، ولكن دوري كأم ما ينفعش اخد منه اجازة. عملت بقى فطار لغالية، كان عبارة عن بيضة وجبنة قريش مبسترة ونقطة زيت زيتون ورشة كمون بسيطة، ودي الجبنة القريش اللي انا بستخدمها علشان سألتوني عليها. وبداية فقرة الدلع قلت اهتم بشعري واعمل حمام زيت علشان بقالي فترة كبيرة قوي ما عملتوش. وعلى ما الساعتين بتوع حمام الزيت يخلصوا قلت رتب السرير، ايدي بتاكلني مفيش فايدة فيا بجد. خلصت وطلعت البيجامه بتاعتي ودخلت اخد شاور، ودي المنتجات اللي بستخدمها لشعري بقالي سنتين ما بغيرهاش من كتر حلاوتها. ومهم قوي بعد الشاور الترطيب، بحب قوي بتاع ايفا بكلمكم عنه دايما. كمان قلت لكم ان بقالي فتره بجرب بادي سبلاش لوكال براند اسمها رقه، تحفه ريحته خطيره وثابته، ومن كتر ما هو عجبني جبت منه ريحه الفانيليا. كمان كان حجمه بالنسبه لي ممتاز عشان اقدر اخده معايا في الشنطه وانا خارجه. واللي كان بالنسبه لي مبهر واول مره اجربه هي زيوت العطريه، بجد طلعت وهم من كتر ما هي حلوه. جبت منها 3 انواع احلى من بعض وثباتهم ما كانش طبيعي، واكتر واحده عجبتني كانت قريش، بتحسسني كده بريحه النظافه. اما بالنسبه للمسك فهي عامله 3 روايح اجمل من بعض، مسك الرمان وده مش طبيعي، ومسك بودر وده اكتر واحد عجبني، ومسك عروس وده ارشحهولك جدا لو انت عروسه وبتجهزي. والليب جلاس كان عندي خلصان فجبت منها 3 الوان تنفع للبيت وللخروج، ريحتهم تحفه ودي كانت اهم حاجه عندي. كمان هو علاجي بيرطب الشفايف وفيه هيالورونيك اسيد وزيوت طبيعيه زي زيت اللوز والجوجوبا، بيخلي شفايفي مترطبه حتى بعد ما بمسحه. ولاجل نصيبي الطيب والجميل ماما بقت ساكنه قريبه مني، فروحنا زرناها وبكمله الراحه. مش هعمل غدا النهارده وهنتغدى عندها. روحنا الحمد لله. اديت غاليه شاور ولازم ابقى محضره حاجتها كلها قبل ما ادخل احميها حتى البامبرز. ونصيحه مني نشفي قبل ما تلبسي الدايبر بالمناديل مش بفوطه. ونصيحه تانية رطبي جسم البيبي في الصيف بلوشن مش بزيت، خلي الزيت للشتاء افضل. حميتها وقصت لها ضوافرها ونيمتها، وكان عندي شويه غسيل كده رديت عليهم وطبقتهم قبل ما انام. وبس كده، اشوفكم في يوم جديد.